أنا بكل عيوبي، بكل الغلط اللي فيه، بطبعي اللي كونت ونتنت الدنيا، اتبقت عندي ميزة واحدة بس، إني قد كلامي. لما بوعد ما بخلفش. وأنا وعدتك قبل كده يا حسين إني لما أفضى وأروق لك أبقى آخد حقي منك. ودينا أهو فضيت لك، وجه وقت القليلين اللي قلت لك عليه، وانت بالذات اقل قليل. اياك تكون فاكر معرفش انت جوزت الغفران ليه يا عمدة؟ عشان عمدة جبان. مسكت العمودية ولقيتها واسعة عليك، كيف الطوب الطويل اللي بيجرجر ورا صاحبه، فقلت اتجوزها له. ما هو عينه فيه، وهو بالمرة تأمن شره ويحميك. بس اللي انت نسيته ان شره مهما كان جنب شري طيبه، وانه لو عرف يحميك من الدنيا كلها مش هيعرف يحميك مني. عارف لما القاضي ندى وقال عساف هدهم رجب الغريب يا فندم، قررت المحكمة بإجماع الآراء بإحالة أوراق الدعوة إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء رأيه الشرعي فيها. ما تهزيتش كيف ما عرفت إن جليلة رفعت عليا قضية طلاق. ما اتكسرتش كيف لما عرفت إن هي اتجوزت غفران. ما بكيتش كيف بكايا لما عرفت إنها خلفت منه. يعني أنت يا قليل هزتني، عملت اللي مفيش حد خلقه وربنا يقدر يعمله معايا، من غير ما تمسك سلاح ولا ترفع يدك. عملته بأنانيتك، وده يعلمك إن الأنانية بتقتل صاحبها. طب يلا يا غالي عشان تلبس الكرافتة.